السلام عليكم. هنا بغيت نوضح لكم جوج ديال لي زاستيوس باش انه تقدروا تاخذوا لي بيي من الناس اللي مازال ما خداوش لي بيي ديالهم. هاد جوج المنافذ او جوج الطرق انا تعرفت عليها هنا من خلال اللقاء مع ناس ديزانفورماتيسيان هنا، وايضا ناس اللي ربما كانوا قريبين لهاد العمليه الى حد ما. وهنا قبل ما نبدا في هذه العمليه نود نشير بانه ربما كما جاني بعض الاخوان بانهم تيتشكاو في المغرب بان الامور عكسيه. كاين اللي دابا عنده التيكي ديال المباراه ولكن ما عنده مشكل في الارام، وهذا المشكل ديال الارام ربما اعتقد بانه في المغرب قادرين باش يحلوه باش يصيبوا ليه حل باش يكون هذا الجسر جوي لدعم المنتخب المغربي. اذا كاين اللي عندهم مشكل عكسي، وكاين اللي عنده البي ديال الطياره وما عندوش التذكره ديال الملعب. فيعني نتمنى يتحل المشكل هنا من الوجهتين ويدخلوا المسؤولين المختصين في هذا المجال هذا، علما انه باش تحسن فيها نهائيا هي كما كان البارح، لانه شفت واحد اللبس كبير، هي تعطيك الحق انك تدخل القطار فقط بطاقه هي، ما تعطيكش الحق تدخل الملعب. اذا نبدا بالطريقه الاولى باش ما نطولش. الطريقه الاولى وهي انه تدخل باش تاخذ الورقه ديالك من الموقع ديال الفيفا، سواء من البيع الاصلي او البيع عن طريق الركن المخصص لاعاده البيع التذاكر، الناس اللي تيرجعوهم، لان هناك كنديين، هناك بلجيكيين، هناك ايضا في المجموعه الاخرى اللي رجعوا التذاكر. فمن تدخل حاول انك ماشي ديما دير المغرب، لانه تيطلب منك انت منين، ما تيقولكش المكان ديال استلام تذكره او الكونت بونكير ولا شي حاجه، تيطلب منك انت شنو الفريق اللي تتشجع. انت دير مثلا اسبانيا. علاش؟ لانه بالتجربه ديال واحد الصديق ديالي بانه البارح بالامس دار اسبانيا وطلعت لي ليست ديال الليبيين طايحين، واستطاع انه ياخذ وحده واختفوا بسرعه. اذا هذه العمليه الاولى انه ما ديرش المغرب، لان المغرب كاين طلب خيالي على التذاكر، لان المقيمين هنا في المغرب في قطر بزاف، ماشي بحال الاسبان والدول الاخرى. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهي انه اليوم التجربه ديالي والتجربه ديال بعض الاصدقاء، انا اليوم دخلت الليبيين اللي تتعاود فيهم البيع، وصبت مباراه ديال الدور الثمن، وصبت كاينين ديال السنغال، ديال انجلترا، ديال البرازيل، ديال الى اخره. يعني بامكانكم، الامل مازال انه ليله المباراه وفي الصباح الموالي وصباح المباراه انه الليبيين يطيحوا. تذكروا هذه المساله بزاف، لانه عشتها اليوم مع مباريات اول امس والبارح ما كانوش ليبيين ديال دور الثمن، كاع المباريات ما كانش ما كانش التذاكر ديالها. علاش؟ لانه هذه المساله هذه عشتها البارح. ندخل مباريات دور الثمن كلها ما كايناش، ولكن ان فوا صبيحه المباراه بداو تيتقاطروا هذوك المباريات ديال الثمن تيطيح التذاكر ديالهم. وحتى بالنسبه لمباريات الثمن ديال غدا يوم الاثنين غادي يبداو يطيحوا في الصباح. يعني ردوا البال هذه المساله ديال اليوم ليله المباراه وثم صباح المباراه، ونعطيكم امر بانه التذاكر تيبقاو يطيحوا حتى لساعتين قبل انطلاق المباراه. كاين موقع مباراه ديال الدور الاول، وهناك مباراه تذاكر اعيد بيعها على منصه الفيفا يعني ساعتين قبل انطلاق المباراه. اذا هذا امر واجب ان ناخذكم تعرفوه. باش نوضح واحد النقطه، واحد الصديق السي هشام من باريس يعني شرح لي مساله علاش وقع هذه الاشكالات كثيره هذه، وعلاش وقعت هذه العمليه ديال السوق السوداء. اللي وقع هو انه الفيفا عيات من انها تاخذ الاحترازات ديالها وتاخذ الاحتياطات ديالها بخصوص التذاكر، باش انه ما يكونش هناك واحد يعني تسرب ديال القراص ديال اصحاب السوق السوداء الى اخره. ولكن في اخر المطاف تحت واحد الاشكال. شنو هو انه المنصه تعطيك الحق انك تاخذ تذكره وحداها تاخذها بالاسم ديالك وبكل شيء وبالكونت بونكير، وتعطيك حداها امكانيه انك تعطي ديزانفيتي ديالك 4 تقريبا او 5. يعني هذا امر ربما ما انتبهتوش الفيفا واستغلوه الناس اللي هنا، الناس الاجانب هنا، خصوصا الهنود الباكستانيين السريلانكيين، هذو كلهم اللي مبدعين في هذا الجانب هذا، واستطاعوا انهم يحصلوا على بزاف ديال التذاكر بهذه الطريقه هذه ويخزنوها الى غايه بعد الدور الاول. ولا ما ننساش بانه حتى بعض المغاربه قاموا بهذه العمليه باش نكونوا منصفين، باش نكونوا واضحين. اذا نتمنى للجميع انه يحصل التذكره ديالو، ونتمنى المشاكل اللي عنده مشكل في الارام، اللي عنده تذكره ما عندوش التذكره ديال الارام يتحل المشكل ان شاء الله. هذه دعوه للمسؤولين، لانه في اخر المطاف نشجع منتخب واحد لبلد واحد لعالم واحد بهدف واحد، وهو التاهل ان شاء الله وادخال الفرحه على الجميع كما فرحنا مع في المنتخب الوطني في الدور الاول. تحياتي.